مفيش واحدة النهاردة تعلي صوتها على جوزها وتعمل حسابها انها تخش الجنة. ركز معايا، احنا بقى ناس فلاحين وما تزعلش من الكلام ده، اشتغل بقى شغل بتاعنا العادي الطبيعي. مفيش واحدة النهاردة تنطح جوزها الكلمة بكلمة وتفكر ان هي هتخش الجنة. مفيش واحدة النهاردة تعرض رأي برأي وتفكر ان هي هتخش الجنة. مفيش واحدة النهاردة تقول له انا تعليمي زي تعليمك ومرتبي زي مرتبك وتعمل حسابها ان هي هتخش الجنة. ده ربنا في القرآن بيقول الرجال قوامون على بما فضل الله بعضكم على بعض. ايه تاني؟ سيدنا النبي محمد يتحدث ويقول لو امرت لاحد بالسجود لغير الله لامرت الزوجة ان تسجد الى زوجها. وحضرة النبي يقول، ده كله كلام النبي، اسمع، ايما رجل صبر على بلاء زوجته فليتبوأ مقعده من الجنة. بس كده لا، اسمع بقى سيدنا الامين نفسه، عشان كل واحدة النهاردة مفكرة ان هي بتجب على جوزها وان هي اما بتخدم جوزها ان هي عملت اللي محدش عمله، ولما هي ترضع ولادها مفكرة ان الدنيا خلاص، واما تطلع تشتغل وتختلط مع الناس ان الدنيا وقفت عليها وجري على المحاكم. لا، سيدنا النبي نهى عن الكلام ده كله. اسمع، قال ايما امرأة رفعت صوتها على زوجها، تعلو صوتها وتنطح بالكلام، الا قال ازواجه من الحور العين لا تقبل الله منك عملا فهذه وضيعة. الحور العين الزوجة بتاعته في الجنة تدعي على زوجتك في الدنيا لو هي منكدة عليه. فالنبي في يوم من الايام السيدة ميمونة زوج النبي محمد، سمعنا الصلاة عليه، لان الموضوع بقى له جزء. سيدنا الشيخ محمد يمكن قرأ الكلام ده، كل اللي فتح النت فتح الكلام ده. يطلع ناس تتكلم في الدين تأول حريم على الرجال. هات لي آية في القرآن واحدة قومت ست على راجل. هات لي آية واحدة منعت الزوجة أن ترضع أولادها. هات لي آية واحدة منعت الزوجة أن تقيم حدود الزوج وشرع الله. فالسيدة ميمونة تاني نصلي على سيدنا رسول الله. السيدة ميمونة زوج النبي محمد، سمعنا الصلاة عليه، دي مرات النبي، تقول كانت ليلتي، الدور بتاعها، وهو النبي كان له ليلة مع كل زوجة له ليلة. فالليلة بتاعت السيدة ميمونة زوج النبي محمد وهي بتشرح، فوهي بتشرح بتقول النبي كانت ليلتي وهو بيت عندي، ففي الثلث الأخير من الليل تحسست فراش النبي فلم أجد النبي بجواري. بحط إيدي جنب مني ما لقيتش سيدنا النبي. قلت الله، إيه الكلام ده؟ أكن أنت الليلة بتاعتي ومش مهنيني عليها؟ أكن أنت الدور بتاعي وتقوم تسحب من جنب. ودي مين؟ دي مرات النبي ودي النبي محمد، تقوم تسحب من جنب مني؟ راحت قايمة على الباب وراحت قافلة الباب ورا سيدنا النبي محمد. سمعتين الصلاة عليه؟ دي مين؟ دي النبي محمد والسيدة ميمونة، راحت قافلة وراه. لما قفلت الباب قليل من اللحظات وعاد النبي محمد، شوية وعاد، زق الباب لا الباب مقفول. يا ميمونة، قالت له شوف انت كنت فين وروح هناك. هي تقصد واحدة من ازواج الليلة بتاعتي يا اخي وما انتش مهنيني عليها؟ يعني الدور بتاعي وما خلاص تقوم تسحب من جنب مني؟ يا بنت افتحي. قالت له مش هفتح يا رسول الله. سيدنا النبي عشان يخلي السيدة ميمونة تفتح الباب لازم يدوس على الجرس. ايه هو؟ قال يا ميمونة من يطع الرسول فقد اطاع الله. راحت فتح الباب، واول ما فتحت الباب تقول فامسكت النبي من مجامع ثوبه، يعني من اللياقة بتاعته خنقت النبي محمد. شوف النبي محمد راحت خنقاه حتى دمعت عين النبي محمد. لو ادخن راجل النهارده في كفر الشاويش ولا في مركز منيا الاب ولا في المحافظه بتاعتنا كان خبطها حاجه في دماغها مخلص عليها، تخنقه وتقفل عليه الباب. عشان ايه؟ لكن النبي محمدا قال فيه ربنا فبما رحمه من الله لنت له.
لما خنقته راح هو مؤدب امتص الغضب، قال لها يا ميمونة اسأليني انا كنت فين اقوم اجاوبك، ما تدخليش الدخلة بتاعتك دي كده، اسأليني عشان اجاوب. اين كنت يا رسول الله؟ قال اصابني ألم في مجمع البول، يعني حرقان في المية كده، فخفت ان اتألم اصحيك من النوم بتاعك، فخرجت خارج الغرفة تألمت الى ان شفاني الله، ثم عدت مرة اخرى تقول السيدة ميمونة تصبب جبيني عرقا من حياء النبي محمد. تاني خنقته ومسكته لحد ما دمعت عين سيدنا النبي، لا رفع ايده ولا شتم ولا طلقها ولا رمى عليها يمين، بالراحة ادها المهدئ. يا ميمونة اسأليني اقوم اجاوب، انا كان في ألم وطلعت بره مش عايز اتوجع عشان ما تصحيش من النوم ولا خايف على النوم بتاعي. تصبب جبيني عرقا من حياء حضرة النبي محمد. مين النهاردة اللي بيعمل الكلام ده؟ مين النهارده اللي بيكلم مراته النهارده تكلمه الا ما رحم ربي؟ مين النهارده اللي بيكلم زوجته كده تكلمه بادب واحترام؟ مين النهارده اللي بيكلمها تقوم ترد عليه في خشوع وركوع؟ مين النهارده اللي بتتكلم بصوت منخفض؟ تيجي تكلم مراتك النهارده تلاقي صوتها بسم الله ما شاء الله جميع المحافظه سمعوا الصوت، مش عاجبك طلقني، ما توحد الله، الله يبتليك بطلقه في جنابك يا بعيده، طلقك وبعدين ما هي عارفه ان واخده كله، ما عارفة ان الحقوق معاها، ما عارفة ان هي مشحططة الرجل، ما عارفة ان خاربة بيته، مع ان سيدنا النبي محمد نهى عن كل ذلك. وسيدنا رسول الله حينما تحدث في هذه القضية نهى عن كل هذا. ليه؟ ارجع تاني واقول لك ما فيش واحدة النهاردة اكرم ولا افضل من نساء النبي ولا بنات النبي، لكننا نتكبر. النهاردة تلاقي واحدة طالعة تكتب منشط طويل عريض تحرض فلانة على زوجها، استفدت ايه؟ خربت البيوت. نعم. استفدت ايه؟ لما هي مش هترضع ولا هي عايزة تخلف ولا هي عايزة تخدم جوزها، طب ايه اللي بيجوزها؟ لما تقعد في البيت جنب ابوها وجنب امها، لما هي لا تقيم حدود الله، لما هي مش هتراعي حقوق الابناء وزوجها، كانت طالعة من بيت ابوها عشان ايه؟ ولذلك قل التربية، ما تزعلش من الكلام ده، قلت تربية البنات فأصبح نسبة الطلاق تتعدى 1,000,000%. تعرف النهاردة محكمة منيا القمح عشان هتبعها تشوف كل واحد زور ماشي، نصب ماشي، شهادات زور، قول زي ما انت عاوز، المهم ان الخراب موجود. وتيجي اسمع يقول لك يا عم الحاج انا مش عاجبني العيش، ليه؟ ما بصرفش. اذا كان فاطمة الزهراء بعت الجلبية بتاعتها عشان تجيب طعام ليها والامام علي والحسن والحسين، بعت جلبية وصبرت مع الامام علي بن عم حضرة سيدنا رسول الله، لان زي ما قلت لك ايما رجل صبر على بلاء زوجته فليتبوأ مقعده من الجنة، وايما امرأة صبرت على بلاء زوجها فلتتبوأ مقعدها من الجنة. تقول له انا شفتش معاك يوم حلو، ده انت خربت بيتي، ده انت خدتني مش عارف ايه ورمتني ما اعرفش ايه. نهى النبي عن كل ذلك. منشطات انا مش عارف اجيب اولها، والله تهت في الكلام من اولها لاخرها، اسبوع او 10 ايام الكل بيحرض على خراب البيوت. وخراب البيوت النهارده مش سهل، ودي الرسالة دي انا هبلغها على لساني انا شخصيا، لان الكل طلبها ومش عارف ايه الموضوع، وما بلغها في نفسي انا، بلاش ابلغها في حد، لان انا اكتر واحد وقع عليا ظلم ووقع عليا بلاوي سودا لا يعلم علمها الا الله. ما توحد الله. النهارده عشان تكلم مراتك كلمة المحكمة عاملة ايه؟ مفتوحة. ولذلك ببعت رسالة لكل محامي فاشل شاهد زور، ببعت رسالة لكل واحد يطلع بره باب المحكمة يجيب لك 2 شهود زور ويدوهم 50-60 جنيه ويشهد. إن كنت تشهد في الدنيا زور فماذا وقوفك بين العزيز الغفور؟ كنت انت موقف على نفسك كده انك تقف وتشهد زور، ان كان في قضية ولا ان كان في قعدة عرفية ولا ان كان في ارض ولا ان كان في بيت ولا ان كان في زواج ولا ان كان في طلاق. ان لم تستحي فاصنع ما شئت، واذا امنت العقاب كما قال النبي من امن العقاب اساء الادب. اللي بيامن العقاب بيساء الادب. لما تدخل